أود أن أشكركم جميعا، شكرا. هذه أمور رائعة. هؤلاء آلاف أصدقائنا من أصدقائنا لهذه الحركة الرائعة. هذه الحركة لم نشهدها من قبل أبدا، بكل صراحة كنت أعتقد أن هذه كانت أفضل حراك سياسي في التاريخ. لم نشهد أي مثلها في الولايات المتحدة الأمريكية من قبل، والآن سنصل إلى مستوى جديد من الأهمية، لأننا سنساعد بلادنا على التعافي. هذا ما سنفعله. لدينا بلد تحتاج إلى المساعدة، وتحتاج إلى المساعدة حاجة ماسة. سنصلح حدودنا، سنصلح كل شيء في بلادنا. صنعنا التاريخ لسبب اليوم، وهذا السبب سنحققه. تغلبنا على العقبات التي لم يكن أحد يعتقد أنها ممكنة، والآن أصبح من الواضح أننا حققنا أفضل نصر سياسي. انظروا إلى ما حدث، هل تصدقون؟ ولكنه نصر سياسي بلادنا لم تشهد مثله من قبل. أود أن أشكر الشعب الأمريكي على هذه المشاركة الاستثنائية لانتخاب الرئيس 47. وكل مواطن سأقاتل لكم، لأسركم، لكل يوم سأقاتل وأكافح لكم بكل ذرة في جسمي. لن أرتاح حتى أن نحقق أمريكا المزدهرة والآمنة والناجحة التي يستحقها أبناؤكم وتستحقونها أنتم. هذه حقا سيكون العصر الذهبي للولايات المتحدة الأمريكية. هذا نصر هائل للشعب الأمريكي سيسمح لنا أن نعيد أمريكا إلى عظمتها مرة أخرى. وهذه المعركة في نورث كارولاينا، أحب هذه الأماكن، جورجيا، بنسلفانيا، ويسكونسن. نحن الآن نفوز في ميشيغان أيضا، وأريزونا، ونيفادا، وألاسكا، والتي ستؤدي أن نحصل على الأقل 315 صوتا من المجمع الانتخابي. ولكن من الأسهل أن نفعل ما فعلته الشبكات، أو بغض النظر عن من أعلن، لأنه لم يكن هناك مسار آخر، لم يكن هناك أي مسار آخر سوى النصر. ربحنا أيضا بالصوت الشعبي، وكان هذا أمر ممتاز. شكرا. شكرا لكم. الفوز بالصوت الشعبي كان أمر جميل، يجب أن أقر بذلك. شعور رائع بالحب، لدينا شعور رائع بالحب في هذه القاعة الضخمة، بحضور أشخاص لا يمكن تصديقهم. إلى جانب هؤلاء الناس كانوا رائعين، هم من قطعوا هذه الرحلة معي، ومعا سنجعلكم سعداء وفخورون بنا. أتمنى أن تعودوا وتنظروا إلى هذه اللحظة يوم من الأيام وتقولوا أنها كانت من أهم لحظات حياتك عندما صوتت إلى هذه المجموعة من الناس. الرئيس، ليس فقط الرئيس، هذه المجموعة الرائعة من الناس. أمريكا أعطتنا مهمة غير مسبوقة وقوية. استعدنا السيطرة على مجلس الشيوخ، أليس هذا أمرا رائعا؟ ومجلس الشيوخ وسباقه في مونتانا ونيفادا وتكساس وأوهايو وميشيغان وويسكونسن وبنسلفانيا. ربحنا بحركة ماجا الرائعة والعظيمة.
وفي هذه الحالات كل ولاية منها عملنا مع السيناتورات، كانت سباقات صعبة. عدد الانتصارات في مجلس الشيوخ كانت مذهلة، وتمكنا من تحقيق النصر. في بعض الأحيان قمنا بإجراء حملات انتخابية مرة ومرتين، لم يتوقع أحد هذا النصر، ولذا أود أن أشكركم جزيلا على ذلك. ولديكم سيناتورات رائعون وجدد، ويبدو أننا أيضا سنحافظ على سيطرتنا على البرلمان، أيضا على مجلس النواب. وأود أن أشكر مايك جونسون، أعتقد أنه عملا مذهلا. أود أن أشكر زوجتي الجميلة السيدة الأولى ميلانيا، من التي لديها الكتاب الأكثر مبيعا في البلاد، هل تصدقوا؟ شكرا لك. عملت عملا مذهلا، عملت بجد لتساعد الناس، لذا أردت أن أشكرها. ولكن أود أن أشكر أسرتي بأكملها، أبنائي الرائعين، هم رائعون، وكلنا نعتقد أن أبناؤنا رائعون، الكل يعتقد أن أبنائه رائعون، وهذا أمر جميل حقيقة. ولكن دون، إريك، إيفانكا، تيفاني، بارون، لارا، جاريد، كيمبرلي، مايكل، شكرا لكم جميعا. يا لكم من حشد. والدي، ونفتقد أيضا أم أماليا، نفتقد أماليا، أليس كذلك؟ كانت لتكون سعيدة أن تقف على هذه المنصة وتكون فخورة. كانت امرأة استثنائية جميلة من الخارج والداخل، كانت امرأة عظيمة. أود أن أكون الأول لأتقدم بالتهنئة إلى نائب رئيسنا المنتخب العظيم، يمكنني قولها الآن، وزوجته الجميلة والاستثنائية أوشا. وليس رجلا مثيرا للاهتمام. قلت له ادخل إلى معسكر العدو. تعرفون معسكر العدو هو الشبكات طبعا، والكثير من الناس لا يحبون ذلك، يقولون هل علي أن أذهب ذلك؟ قال لي من تريد؟ CNN، MSNBC، من؟ شكرا لكم. حقيقة الشخص الوحيد الذي شاهدته أنه الأمر بسيط بالنسبة له، ويدخل إليهم ويدمرهم. قل بعض الكلمات. تعال تفضل. السيد الرئيس، أقدر السماح لي بالانضمام إليك في هذه الرحلة الممتازة. شكرا على وضعك للثقة فيه، وأعتقد أننا ربحنا بأفضل عودة سياسية في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية. وتحت قيادة الرئيس ترامب لن نتوقف أبدا عن القتال لكم، لأحلامكم، لمستقبل أبنائكم، وما بعدها وبعد هذه العودة الاستثنائية السياسية في أمريكا سنقود أيضا العودة الاقتصادية الأعظم تحت قيادة ترامب. شكرا لك. تبين أنه خيار عظيم. حقيقة جازفت بعض الشيء في البداية، ولكن كنت أعرف أنه أفضل خيار. نحب العائلة، وسيكون لدينا سنوات 4 ممتازة. سنحول بلادنا، نحولها إلى شيء خاص وفريد من نوعه. بالتأكيد
يجب أن نحوله إلى شيء خاص بل ورائع. هي أروع وأعظم بلاد في العالم بدون منازع، والآن سنعمل بجد لاستعادة كل ذلك. سنجعلها على أفضل حالة كانت عليها. إذا كان علينا نعرف، إذا كان علينا ننتظر كانت الأمور تسوء وبسرعة. سيكون علينا أن نغلق هذه الحدود ونوقف الناس عن الدخول إلى البلاد، وسنعيد الدخول الناس إلى بلادنا. نريد عودتهم، ولكن علينا أن نسمح لهم بالعودة مرة أخرى قانونيا. يجب أن يدخلوا قانونيا. اسمحوا لي أيضا أن أعرب عن تقديري، خالص التقدير لسوزي وكريس. الوظيفة التي قمتم بها ممتازة. تعال يا سوزي. كريس تعال إلى هنا. سوزي تحب أن تظل في الكواليس، ولكن نسميها المرأة في الكواليس. تفضلي سوزي، قولي شيئا. كريس تعال. سوزي تحب أن تظل في الكواليس، هي ليست في الكواليس. أتريد مني أن أقول شيء؟ نعم تفضل. كان غير متوقع، ولكن أود أن بالتأكيد أن أتقدم بالشكر لرئيس ترامب على هذه الرحلة الرائعة، ويا له من مرشح. سيكون رئيسا 47 ممتازا. فريقنا أفضل فريق، وبالتأكيد حتى مديرتي سوزي وايلز الأفضل، هي الأفضل. شكرا لكم. شكرا وشكرا لك سوزان. انظر إليها، هي خجولة. يجب أن تكوني بهذا الخجل سوزي، ولكن هي رائعة. الكل هنا رائع، الكل هنا خاص جدا وفريد من نوعه. ولكن ترامب من تقولون؟ دعوني أخبركم، لدينا نجم جديد. ولد نجم جديد، إيلان. الآن هو الرجل مذهل. كنا نجلس معا الليلة، وقضى أسبوعين في فيلادلفيا وفي أجزاء من بنسلفانيا، وأجرى حشودا انتخابية منذ أسبوعين. وضع صاروخا وشاهدته طبعا عندما نزل إلى أسفل صاروخ إيلون ماسك، وكان يسير بسرعة فائقة. وسألته ما الذي حدث؟ قائد الطائرة قال أننا لم نصنع طائرة مثل هذه في السابق يمكن أن تحمل هذا النوع من الحرارة، ولكن شاهدت هبوطها. وتقريبا بالمناسبة هي تقريبا بارتفاع 22 طابقا، وشاهدنا هبوطها وشاهدنا هذه النيران تحترق. وقلت لهم إيلون هو الوحيد قادر على فعل ذلك. وأسرد القصة سردتها بالأمس. كان لدي الرجل، كانت الشاشة مغلقة، كنت أتحدث إلى رجل مهم للغاية موجود معنا هنا اليوم، وهذا الرجل أحد أهم الأشخاص في البلاد حقيقة، يمكنني قول ذلك. ولكن على أي حال كنت رئيسا، والآن يبدو أنني كنت سأصبح رئيسا مرة أخرى، لذا ربما طلبت منه الانتظار خاصة لأنك ستصبح رئيسا مرة أخرى. ينتظرون طبعا، ولكن أثناء شاهدت هذا الأمر الجنوني الذي يهبط ويبدو أنه سيتحطم. وقلت يا إلهي، قلت له هل يمكن أن تنتظرني لبعض عدة دقائق؟ أود قول ذلك. كنت أعتقد أنه فيلم عن خيال علمي فضائي، ووضعت الهاتف ولكن لم أرفع مرة أخرى 45 دقيقة. هبطت هذه المركبة وشاهدت المحركات، وكان يبدو أنها على وشك التحطم. شاهدت النيران من الجانب الأيسر، ثم هبطت بسلاسة وحوطتها ذراعين كما تحمل طفلك ورضيعك في المساء. كان مشهدا خلابا. اتصلت بإيلون وقلت له إيلون هل كان هذا أنت؟ قال لي نعم أنا. قلت لهم لا أحد بوسعك أن يفعل ذلك. هل روسيا؟ لا. الصين؟ لا. هل يمكن الولايات المتحدة؟ أحد آخر غيرك؟ قال لا. ولهذا أحبك إيلون. هذا ما قلته لهم. وعندما كان لدينا هذا الإعصار المأساوي هيلين، والذي ضرب تحت
تحديدا نورث كارولاينا تعرضوا لأضرار جسيمة بسبب الفيضانات أكبر مما شاهدناه في السابق. غمرت الحقول، حولتها إلى بحيرات، الأخطار كانت محفوفة. شعب نورث كارولاينا قالوا لي: هل سيكون من الممكن على الإطلاق أن تتحدث إلى إيلون ماسك؟ نحتاج إلى ستارلينك. قلت لهم: ما هي ستارلينك؟ قالوا لي: هو نوع من التواصل. اتصلت بإيلون وكان خطرا جدا، الناس كانوا يموتون بسبب انقطاع الاتصالات، كل شيء كان محطما. اتصلت بإيلون ماسك، قلت له: إيلون، لديك شيء يسمى ستارلينك، أليس هذا صحيح؟ قال لي: نعم. قلت له: ما هذا بحق الجحيم؟ قال: الغاية. قلت له: إيلون، نحتاجون إليه بحاجة ماسة في نورث كارولاينا، هل يمكنك أن تحضره هناك؟ أحضره بسرعة فائقة وكان أمرا رائعا مذهلا وأنقذ الكثير من الحيوات. وهو شخصية مميزة، عبقري، يجب أن نحمي عباقرة، ليس لدينا الكثير منهم، يجب أن نحمي هؤلاء العباقرة. أود أن أشكركم، لدينا البطولة الأمريكية المفتوحة وهي مسابقة ممتازة. ديشامبو موجود هنا في مكان ما. ماذا حدث؟ أين هو؟ ماذا حدث له؟ برايسون، أين أنت؟ خجول مرة أخرى. هو في الطريق حسنا، هو في الطريق يعد الأصوات ربما. برايسون، انظروا إلى برايسون، ها هو. لديه مسيرة مهنية رائعة، ممتاز على هذا العمل. ولدينا أيضا ماندينا وايت التي قامت بعمل ممتاز، وهو رجل قوي جدا. دينا بدأت ببطولة UFC وأتت لي قالت: لا أحد أرادوا أن يعطوها الموافقة لأنها رياضة عنيفة جدا. ذهبت وقلت: هذه أعنف رياضة شاهدتها، ولكن بدأت بالإعجاب بها وأحبها هو أيضا، ولم يؤدي أحد عملا أفضل في الرياضة. وكما تعلمون هو شخص تحفيزي للغاية، فهو يحضر المقاتلين، وأصبحت أكثر الرياضات نجاحا حول العالم. أود أن أطلب من داني أن يقول بعض الكلمات لأن الناس يحبون الاستماع إلى داني. تفضل. لا أحد يستحق هذا أكثر منه، ولا أحد يستحق ذلك أكثر من عائلته. هذا ما يحدث عندما تلاحقك الآلات. ما شاهدناه منذ عدة سنوات هذا ما يبدو لم نتمكن من إيقافه. يستمر بالمضي قدما، لا يستسلم، هو الأكثر مرونة وصمودا وجدا في العمل. عائلته أشخاص رائعين، هذا ما يستحقه سيداتي والسادة، يستحقونه كعائلة. أود أن أشكر الناس بسرعة. أود أن أشكر إمروس، ثيو فان، وأخيرا وليس آخرا جو روغن القوي والعظيم. وشكرا أمريكا، شكرا لكم، طاب مساءكم. أليس هذا رائعا؟ رجل مذهل. ولكن طبعا أود أن أشكر ملايين الأمريكيين العاملين بجد وجهد، الذين لطالما كانوا قلب وروح هذه الحركة العظيمة. مررنا بالكثير من الأمور معنا اليوم. ظاهرتم بأعداد غير مسبوقة لتحققوا هذا النصر. على الأغلب لم يكن هذا مسبوقا. سنرد الدين إليكم، سنحول بلادنا. يجب قلب الأمور رأسا على عقب بسرعة، وسنحرك الأمور بكل طريقة، بالعديد من الطرق، ولكن بكل الطرق. وسنتذكر هذا اليوم للأبد، اليوم الذي استعاد فيه الشعب الأمريكي السيطرة على بلدهم.
لذا أود القول أنه بالنيابة عن هذه المجموعة الرائعة من الناس، هؤلاء الذين يعملون بجد، الأشخاص المذهلين، ويمكن أن نسمي بعض الأسماء الرائعة، روبرت اف كينيدي الابن، الذي سيساعد على جعل أمريكا أكثر صحة مرة أخرى. أليس رجلا رائعا؟ وهو يريد أن يقوم بالعمل وسنسمح له بذلك. قلت له: بابي، اترك النفط لي، لدينا ذهبا سائلا أكثر من أي دولة أخرى، أكثر من المملكة العربية السعودية، أكثر من روسيا. بابي، ابقى بعيدا عن الذهب الأسود وإلى أي شيء آخر. استمتع، عيش حياتك، ولكن سنخفض الديون، سنقلل الضرائب، يمكننا القيام بأشياء لا أحد آخر بوسع القيام بها. الصين ليست لديها ما لدينا، لا أحد ليس لديه ما لدينا، لدينا أعظم شعب أيضا. ربما هذا هو العامل الأهم. هذه الحملة الانتخابية كانت تاريخية وغير مسبوقة بالعديد من الأساليب. قمنا ببناء أكبر وأوسع وأكثر تحالف موحد لم نشهد قبله في التاريخ الأمريكي بأكمله، رجالا، نساء، شبابا، كبارا، من المدن، من القرى، كلهم ساعدونا. عندما نظرت إلى ما يحدث كنت أشاهد عن كثب بالتأكيد التحليل الممتاز للأشخاص الذين صوتونا. لم يشهد أحد أيهم هذا من قبل. أتوا من كل الأماكن، من النقابات وغير النقابات، الأفارقة الأمريكيين، الهسبانيون، الآسيويون الأمريكيون، العرب الأمريكيون، المسلمون الأمريكيون، الكل كانوا موجودين. وكان مشهدا جميلا وإعادة موائمة تاريخية، توحيد المواطنين من كل الخلفيات والأعراق تجاه غرض موحد ومنطقي. نحن حزب المنطقية، نريد حدودا، نريد الأمن، نريد أن تكون الأشياء آمنة وجيدة، نريد تعليما رائعا، نريد جيشا قويا. لم يكن لدينا حروب على مدى 4 سنوات إلا عندما هزمنا داعش بأرقام غير مسبوقة، ولكن لم تندلع أي حروب. قالوا أنه سيشن حرب، لن أشن الحروب، سأوقفها. ولكن هذا نصر هائل أيضا للديمقراطية وللحرية. معا سنحقق مصير أمريكا المجيد، سنحقق أفضل مستقبل باهر لشعبنا. بالأمس عندما وقفت في آخر وقفة في حملة الانتخابية قلت لن أقوم بأي راليات أخرى. هل تصدقوا ذلك؟ أعتقد أننا قمنا بإجراء 900 رالي، 900 حشد انتخابي. هل تصدقوا هذا الرقم؟ 901 الكثير من الراليات. وقلنا، الكل كان يقول، الكثير من الناس قالوا هذا آخر رالي، ولكن الآن سننتقل إلى شيء أكثر أهمية بكثير، لأن الراليات كنا نستخدمها كمنصات لوضع الناس في هذا الموقف الذي يمكننا بالفعل من مساعدة بلادنا. وهذا ما سنفعله، سنجعل بلادنا أفضل مما كانت عليه في أي وقت مضى. نقول ذلك. الكثير من الناس يقولون لي أن الرب أنقذ حياتي لسبب ما، وهذا السبب كان إنقاذ حياتنا واستعادة عظمة ومجد أمريكا الذي الآن سنحقق هذه المهمة وننجزها معا. المهمة التي هي على عاتقنا ليست سهلة، ولكن سأخذ كل أونصة من الجهد لأقاتل بروحي لأحقق المهمة التي استأمنتموني عليها. مهمة عظيمة، ليس هناك مهمة أعظم وأهم منها في العالم. كما فعلت في فترتنا الأولى بالمناسبة كانت عظيمة. سأحكم بوعود بسيطة ووعود
مستوفى. سنحافظ على وعودنا، لا شيء سيوقفني عن الوفاء بوعودي وعهدي إليكم. سنجعل أمريكا قوية وحرة مرة أخرى، وأطلب من الشعب الأمريكي في كل إنشاء من أرضنا أن ينضموا إلينا لتحقيق هذا الحلم. حان الوقت لنضع انقسامات الماضي، الأربع سنوات الماضية خلفنا. حان الوقت أن نتحد، وسنحاول، وعلينا أن نحاول، وسنحاول. النجاح ما سيجمعنا. شاهدت ذلك سابقا، شاهدت ذلك في الفترة الأولى عندما أصبحنا أكثر نجاحا ونجاحا. الناس بدأوا بالاتحاد. النجاح هو ما سيجمعنا ويوحدنا، وسنبدأ بوضع أمريكا في المقدمة والأولوية. يجب أن نضع بلادنا أولا على الأقل حتى إصلاحها، لأننا معا يمكننا أن نجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى لكل الأمريكيين. أود أن أخبركم أنه شرف عظيم. أود أن أشكركم. لن أخذلكم. مستقبل أمريكا سيكون أكبر، أفضل، أجرى، أغنى، أأمن، أقوى مما كان عليه في أي وقت سابق. بارككم الرب وبارك الله الولايات المتحدة الأمريكية. شكرا جزيلا.